إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 13 من ديسمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك نقدم لكم الحلقة الأولى من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التي أصدرها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أفروبوليسي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. بعد قطيعة استمرت نحو عام، الرئيس التركي ينجح في جمع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في لقاء تاريخي في العاصمة أنقرة. في ثاني زيارة له منذ توليه الرئاسة، الرئيس الفرنسي يعتزم القيام بزيارة إلى أثيوبيا وجيبوتي. ومرض الكوليرا يحصد مزيدا من الأرواح في السودان. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. بعد سلسلة من لقاءات الوساطة التي قامت بها تركيا لرأب الصدع بين الصومال وأثيوبيا بسبب الأزمة الدبلوماسية، توصل البلدان إلى اتفاق بشأن حل الخلاف بينهما. جاء ذلك بعد لقاء جمع الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة. ونص الاتفاق على طي صفحة الخلافات السابقة وبدء صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والحفاظ على الوحدة والاستقلال والسلامة الإقليمية للبلدين. كما نص بيان صدر في نهاية الاجتماع إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يمر عبر الحكومة الصومالية، وأن استخدام البحار يقتصر على الأغراض التجارية ويتم عن طريق عملية قانونية تعود بالنفع على البلدين وتسهم في التنمية الاقتصادية. ووصف الرئيس التركي الاتفاق بأنه خطوة أولى نحو بداية جديدة بين الصومال وأثيوبيا. وشرعت تركيا في وساطة بين الصومال وأثيوبيا قبل 8 أشهر عقب اندلاع الأزمة بين البلدين بسبب مذكرة التفاهم التي وقعتها أثيوبيا مع أقليم مرضى الصومال الانفصالي بشأن الحصول على منفذ بحري مقابل اعتراف أثيوبيا باستقلال الإقليم. وأجرى وزيرا خارجية البلدين جولتين من المفاوضات برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الصيف الماضي، وتم تأجيل الجولة الثالثة بسبب تصاعد التوتر عقب اتفاقية التعاون العسكري التي وقعها الصومال مع مصر. هذا ولم تذكر اتفاقية المصالحة أي تفاصيل بشأن مذكرة التفاهم التي كانت الصومال قد اشترطت إلغائها قبل أي اتفاق أو تفاهم مع أثيوبيا. قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الفرنسي سيزور أثيوبيا وجيبوتي في ثاني زيارة لهذين البلدين، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس ماكرون بقيادة البلدين خلال زيارته إلى جيبوتي في الفترة من 20 إلى 22 من ديسمبر الجاري لبحث التعاون العسكري والأمن والتنموي. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقع خلال زيارته لهذه الدول في مارس 2019 عقودا عسكرية بقيمة حوالي 4 مليارات دولار مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، تركز على تطوير البحرية الأثيوبية وإعادة تأهيل القوات الجوية. ولكن في نوفمبر عام 2020 علقت فرنسا اتفاقيتها العسكرية مع أثيوبيا بعد اندلاع الحرب في تيغراي ومزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتهتم أثيوبيا بالتدريب وشراء المعدات اللازمة لإعادة بناء قواتها البحرية التي تم حلها بعد استقلال إريتريا. وكانت فرنسا إحدى الدول التي كانت تأمل أثيوبيا فيها لإحياء البحرية الأثيوبية. هذا وتقوم فرنسا أيضا بنشر أسلحة حديثة في جيبوتي الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي منذ تجديد معاهدتها العسكرية مع جيبوتي. وتحول فرنسا التي تخسر قواعدها العسكرية في غرب ووسط إفريقيا اهتمامها في الوقت الحالي نحو القرن الإفريقي. ويقول دبلوماسيون إن الاهتمامات تتركز بشكل خاص على جيبوتي وأثيوبيا والسودان. أعلنت وزارة الصحة السودانية الثلاثاء تسجيل 131 إصابة جديدة بالكوليرا، ما رفع الحصيلة إلى 64,036 حالة. وقالت الوزارة في بيان إنه جرى تسجيل 131 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع عدد الإصابات إلى 46,036 حالة، بينها 1216 وفاة منذ أغسطس الماضي. وكانت السلطات السودانية أعلنت في 12 من أغسطس الماضي الكوليرا وباء في البلاد. وأضافت الوزارة أن الإصابات بحمى الضنك بلغت 8,572، بينها 16 وفاة، مشيرة إلى أن أكثر الولايات تسجيلا للإصابة بحمى الضنك هي الخرطوم، إضافة إلى ولايات شرق السودان كسل والقضارف والبحر الأحمر. وتتزامن الكوارث الصحية في السودان مع استمرار معاناة مواطنيه جراء حرب متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل نيسان عام 2023، خلفت أكثر من 20,000 قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات السودانية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، نقدم لكم فيما يلي الحلقة الأولى من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التي أصدرها المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أفروبوليسي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المجلس. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى البث العربي من إذاعة إيرينا الدولية في باريس. وفي حلقة اليوم سيكون حديثنا عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي يعنى بتنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بصنع السلام وبدعم الدبلوماسية الوقائية وتقييم الإنذار المبكر، ويعنى أيضا بالتدخل في الدول الأعضاء لمنع حدوث الحرب، ويهدف إلى ضمان التكامل والتآزر في تنفيذ هيكل الحكم الإفريقي والهيكل الإفريقي للسلم والأمن، ودعم جهود إدارة الصراع بما في ذلك عمليات دعم السلام والوساطة والتدخلات والحوار، بالإضافة إلى دعم إعادة العمار بعد الصراع وتطوير سياسات واستراتيجيات التنمية، وضمان التنظيم والإدارة السلميين لصندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي. وتأسس هذا المجلس في ديسمبر من العام 2003، وباشر المجلس منذ تأسيسه قضايا وموضوعات في دول عدة من الدول الأعضاء، نجح في البعض وأخفق في البعض الآخر خلال 20 عاما من عمره. وحول مسيرة هذا المجلس أصدر المجلس الإفريقي للأبحاث ودراسة السياسات أفروبوليسي دراسة تقييمية للمجلس في العقدين الماضيين، قام بها مجموعة من الخبراء في مجال الصراعات والهشاشة ونظام الإنذار المبكر والدراسات الاستراتيجية. وتناولت الدراسة أهمية مجلس السلم والأمن وإنجازاته وكفاءاته والتحديات التي واجهته وما زالت تواجهه، لتخلص بعد ذلك إلى التوصيات السياسية التي يعتقد الباحثون أنها تعزز كفاءته وفعاليته المستقبلية. وترجم هذه الدراسة إلى العربية ونشرها موقع أفروبوليسي في 14 من نوفمبر الماضي. نستعرضها لكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في سلسلة حلقات ابتداء من حلقة اليوم والحلقات القادمة. راديو إيرنا. راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو.
وتقول الدراسة في مقدمتها: مع احتفال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بالذكرى 20 لتأسيسه، من الضروري أن نتأمل في رحلة 20 عاما ونستعرض الإنجازات والتحديات والفرص. وفي جوهرها توفر هذه الذكرى فرصة فريدة لإعادة تصور دور مجلس السلم والأمن في تعزيز وترسيخ أجندة السلام والأمن في القارة خلال العقدين الماضيين. لقد بشر تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2002 بفجر جديد، وشكل تحولا كبيرا نحو عمل أكثر شمولا وجماعية أعطى الزخم لظهور نهج أكثر استباقية وهيكلية للسلام والأمن والاستقرار في القارة. ولتحقيق هذه الغاية، وبما يتماشى مع المادة الخامسة الفقرة الثانية من القانون التأسيسي، تم تأسيس مجلس السلم والأمن الإفريقي في عام 2004. يعتمد هيكل السلم والأمن الإفريقي على الهياكل والأهداف والمبادئ والقيم، فضلا عن عمليات صنع القرار المتعلقة بمنع الأزمات والصراعات وإدارتها وحلها وإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع في القارة. يحدد بروتوكول مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي تم اعتماده في يوليو عام 2002 في ديربان بجنوب إفريقيا، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر عام 2003، المكونات المختلفة لهيكل السلم والأمن الإفريقي ومسؤولياتها الخاصة. وتم اعتماد وثائق أخرى لاحقا لتسهيل وتسريع تشغيل هيكل السلم والأمن الإفريقي. وباعتبارها هيئة دائمة لصنع القرار، فإن مجلس السلم والأمن الإفريقي مكلف بتفويض وحيد يتمثل في تعزيز السلام والأمن والاستقرار. وقد تم تحديد المعايير التي تقوم عليها ولاية مجلس السلم والأمن الإفريقي والأساليب والأدوات اللازمة لتنفيذ ولايته في بروتوكول مجلس السلم والأمن الإفريقي. ينظر إلى مجلس السلم والأمن باعتباره جزءا لا يتجزأ من هيكل السلم والأمن الإفريقي، باعتباره لاعبا رئيسيا في أجندة إسكات البنادق في القارة، واسترشادا بالمسؤوليات الأساسية المتمثلة في تعزيز الأمن البشري واحترام الحدود والحل السلمي للنزاعات. وتم الترويج لمجلس السلم والأمن باعتباره منارة أمل لتحقيق المملكة الأساسية كما تصورها مؤسسوها. والغرض من هذا الموجز السياسي هو تقييم مجلس السلم والأمن. وعلى وجه التحديد، يسعى الموجز السياسي إلى الإجابة على الأسئلة التالية: كيف نجحت لجنة السلم والأمن في تحقيق ولايتها؟ وما هي التحديات التي أعاقت جهودها؟ وكيف يمكن إعادة تصوير مجلس السلم والأمن وتعزيز دوره وقدراته في منع الصراعات وإدارتها وحلها؟ للإجابة على هذه الأسئلة يستخدم الموجز إطارا للتقييم يشمل 4 متغيرات، هي الصلة والإنتاجية والكفاءة والتعاون، ويعزز المناقشات ببعض الأمثلة التجريبية. ونحن نعتقد أن هذا يوفر الأساس لتقييم أفضل وأكثر دقة لفائدة مجلس الأمن والسلم الدولي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الحلقة الأولى من موضوع تقييم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والدروس المستفادة خلال 20 عاما من عمر المجلس. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وحول نظرة عامة على وجود مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ 20 عاما، تقول الدراسة: يتألف مجلس السلم والأمن من 15 دولة عضوا يتم انتخابها من قبل جمعية رؤساء دول الاتحاد الإفريقي، حيث يتم انتخاب 10 أعضاء لمدة عامين، بينما يخدم 5 أعضاء لمدة 3 سنوات. ولضمان الشمول الإقليمي يتضمن تكوين المجلس مقعدين لشمال إفريقيا، و3 مقاعد لوسط وشرق وجنوب إفريقيا، و4 مقاعد لغرب إفريقيا. وباعتباره جهاز اتخاذ القرار، فإن المجلس مسؤول عن توقيع ومنع النزاعات أو الصراعات، والقيام بمهام صنع السلام وبناء السلام، وتفويض نشر عمليات دعم السلام، والتوصية بالتدخل في حالات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. وتنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من البروتوكول على أن مجلس السلم والأمن هو ترتيب جماعي للأمن والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة في الوقت المناسب والفعال لحالة الصراع والأزمات في إفريقيا. وللمضي قدما في عملها، تحظى لجنة السلم والأمن بدعم من لجنة حكماء الاتحاد الإفريقي ونظام الإنذار المبكر القاري
وقوة الاستعداد الإفريقية والصندوق الخاص. وبالإضافة إلى ذلك تلعب لجنة السلم والأمن دورا حيويا في تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد، فضلا عن تسريع التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة. وفي عنوان جانبي آخر أهمية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تقول الدراسة: عند مناقشة أهمية مجلس السلم والأمن يركز هذا البرنامج على الإرادة السياسية واحترام قرارات مجلس السلم والأمن، وقدرة مجلس السلم والأمن على جذب التمويل من الدول الأعضاء واتخاذ قرارات غير مسبوقة، والتزام أعضاء المجلس بالمشاركة والمساهمة في جلسات مجلس السلم والأمن. وفيما يتعلق بالإرادة السياسية، فمن الواضح أن الدول الأعضاء تجد في مجلس السلم والأمن مؤسسة سياسية ذات صلة. ومن بين الدول الأعضاء 55 في الاتحاد الإفريقي، وقعت 53 دولة على السك وصدقت عليه وأودعته، ولم تصدق دولتان فقط هما الرأس الأخضر وجنوب السودان. ويشكل المستوى المرتفع من التصديق شهادة على القيمة والالتزام الذي توليه الدول الأعضاء لمجلس السلم والأمن. ومن المهم أن 12 دولة فقط من بين الدول 55 لم يتم انتخابها كأعضاء في مجلس السلم والأمن. ويؤكد العدد المرتفع للدول الأعضاء المنتخبة في مجلس السلم والأمن على أهميته وقيمة المجلس. ومن الواضح أن نيجيريا كانت تتمتع بعضوية غير مقيدة في لجنة السلم والأمن، ويعزى هذا إلى حقيقة أن كتلة غرب إفريقيا ورثت مقعدا دائما لنيجيريا في لجنة السلم والأمن نظرا لنفوذها الاقتصادي والسياسي في المنطقة، في حين أن المقاعد الثلاثة الأخرى مفتوحة للمنافسة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الحلقة الأولى من موضوع تقييم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والدروس المستفادة خلال 20 عاما من عمر المجلس. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ولضمان عمل مجلس السلم والأمن بما يتماشى مع ولايته التشغيلية وبنيته المؤسسية، تم إنشاء أمانة عامة له. ويؤكد إنشاء أمانة مجلس السلم والأمن على الرغم من نقص الموظفين على أهمية مجلس السلم والأمن كجهة فاعلة سياسية رئيسية في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة. وفيما يتعلق بالموارد، استمر مجلس السلم والأمن في جذب التمويل من الدول الأعضاء، وهو ما لا يؤكد أهميته فحسب، بل مكنه أيضا من إجراء عملياته دون انقطاع. وعقد مجلس السلم والأمن العديد من الجلسات وقدم توجيهات سياسية ذكية كانت حاسمة في حل بعض تحديات السلام والأمن في إفريقيا. ومنذ عام 2015 زاد مخصص ميزانية مجلس السلم والأمن بشكل مضطرد مع انخفاض ملحوظ في فترة جائحة الكورونا. وتم تسجيل الذروة من حيث التخصيص المالي في عام 2018، حيث تم تخصيص مبلغ 3,036,746 دولارا أمريكيا للجنة السلم والأمن. ومع ذلك انخفض هذا المبلغ بشكل كبير إلى 561,142 دولارا أمريكيا في عام 2021. أدت مشاكل كوفيد-19 والتحديات الاقتصادية التي ظهرت بعد ذلك إلى انخفاض حاد في مساهمات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، مع تأثير جانبي على التخصيص المالي للجنة السلم والأمن. وتشير الأدلة من مجلس السلم والأمن إلى أن الدول الأعضاء ملتزمة ومهتمة بالمشاركة في الدورات المختلفة. فحتى 21 من مايو عام 2024 عقد مجلس السلم والأمن 1213 جلسة مفتوحة ومغلقة على مستوى السفراء والوزراء ورؤساء الدول والحكومات. ومن جانبه واصل المجلس تمثيل 15 دولة عضوا بشكل كامل خلال السنوات 20 الماضية، باستثناء فترة الكورونا في عام 2020 و2021. استمرت الدول الأعضاء المدرجة على جدول أعمال مجلس السلم والأمن، أي تلك التي تواجه الصراعات أو الأزمات، في إظهار اهتمام كبير بأنشطة مجلس السلم والأمن بهدف التأثير على مداولاته والنتائج المحتملة. وفيما يتعلق بالقرارات، واصل مجلس السلم والأمن اتخاذ القرارات بشأن المشهد السلمي والأمني،
ففي عام 2015 على سبيل المثال طبق مجلس السلم والأمن سلطته من خلال الاستعانة بالمادة 4 من القانون التأسيسي، والتي تسعى إلى تجنب خطر الفظائع الجماعية. وفي هذه الحالة بالذات وافق مجلس السلم والأمن خلال دورته رقم 565 على نشر بعثة الوقاية والحماية الإفريقية في بوروندي، وكان من المقرر أن تتألف البعثة المقترحة من 5000 فرد، إلا أن جمعية رؤساء الدول والحكومات ألقت هذا القرار. إلى هنا نتوقف مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على أن نستكمل وإياكم ما تبقى من الدراسة التقييمية في الحلقات القادمة بمشيئة الله. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى الحلقة الأولى من الدراسة التقييمية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التي أصدرها المركز الإفريقي للدراسات أفروبوليسي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. بعد قطيعة استمرت نحو عام، الرئيس التركي ينجح في جمع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الأثيوبي في لقاء تاريخي في العاصمة أنقرة. في ثاني زيارة له منذ توليه الرئاسة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم القيام بزيارة إلى أثيوبيا وجيبوتي. ومرض الكوليرا يحصد مزيدا من الأرواح في السودان. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.